أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم إلى درس جديد. درس اليوم هو بعنوان فن التصوير، صفحة 202 من كتاب إرحاب اللغة العربية للسنة الثانية إعدادي. ندعوكم إلى الاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد، إلى الإعجاب بهذا الفيديو وكذلك مشاركته مع الأصدقاء. بالنسبة لتأطير النص، فصاحب النص هو الكاتب المصري كمال عيد من مواليد 32 و900 وألف بالقاهرة، مختص في مجال الفنون والأدب، حيث حصل على الدكتوراه في الأدب والفنون. اشتغل مدرسا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما كان مخرجا في هيئة المسرح والموسيقى بالقاهرة. من مؤلفاته دراسات في الأدب والمسرح، نظريات جديدة في الدراما، فلسفة الأدب والفنون. مصدر النص مأخوذ من كتاب فن التصوير، وهو بمقال أو مقال من صادر ضمن العدد 69 لمارس 1980 من مجلة الموسوعة الصغيرة. نوعيته هو عبارة عن نص حجاجي ذو بعد فني. بالنسبة للعنوان، يتكون من كلمتين تكونان فيما بينهما مركبا إضافيا، يعرب على الشكل الآتي: فن مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومضاف تصوير مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة كذلك، والخبر محذوف تقديره مضمون النص. ثانيا، يشير العنوان إلى نوع من أنواع الفنون، وهو فن التصوير، الذي يعتبر فنا حديثا يمكن أن يضاف إلى الفنون السبعة المشهورة، يصبح فنا ثامنا. بالنسبة للتعليق على الصورة، صورة فوتوغرافية لآلة تصوير احترافية تمسك بها يد مصور بإحكام، وهي صورة تدل على أن التصوير يحتاج إلى تركيز كبير ودقة وبراعة. أما بداية النص فهي تشير إلى معاناة الفن من عدم اعتباره فنا مستقلا بذاته. نهاية النص إلى امتلاك فن التصوير لمميزات جمالية تجعل منه فنا مستقلا بذاته. رضيات النص من خلال تحليل العتبات، نفترض أن النص سيعرف فن التصوير، سيقنعنا بكون التصوير فنا مستقلا، يحدد العناصر الجمالية التي تجعل من التصوير فن. بالنسبة للشروح اللغوية، ينبع أي يصدره، تغنيه تجعله غير محتاج، موضوعيا محايدا وغير متحيز، شعبية أي شهرة. فكرة العامة: إبراز الكاتب قدرة فن التصوير على احتواء عناصر الجمال التي تجعل منه فنا مستقلا بذاته. الأفكار الجزئية: عندنا الفكرة الأولى: يبرز الكاتب اختلاف وجهات النظر بين من يعتبر فن التصوير فنا قائما بذاته ومن يراه مفتقدا للنظرة الجمالية. ثانيا، يؤكد الكاتب على موقف الفنان الفوتوغرافي التي لا تخلو من إحساس فني. ثالثا، يرى أنصار فن التصوير أنه ليس في حاجة لمناقشة بقية أو لمنافسة بقية الفنون، لأن مهمته تنحصر في توثيق الأحداث. رابعا، ميلاد الفن السينمائي من رحم فن التصوير، دليل على توفر هذا الأخير على عناصر الجمال التي تجعله فنا مستقلا. البنية الحجاجية في النص: عندنا حجج خصوم فن التصوير ليس فنا مستقلا لأنه لا يحقق النظرة الجمالية، ينقل بالآلة منظرا جاهزا. حجج أنصار فن التصوير: وجهة نظر المصور تتضمن إحساسا فنيا من خلال اختياره للزوايا والظلال والأبعاد. الصورة تعبر عن موقف ذاتي للمصور نابع من إحساسه. مهمة فن التصوير تنحصر في توثيق الأحداث. الفن السينمائي ابن التصوير الفوتوغرافي. يمكن فتح حوار مع المتعلمين حول مدى اقتناعهم بهذه الحجج، طبعا نقاش داخل الفصل. قيم النص: قيمة فنية، إحساس الفنان أساس كل عمل فني. تركيب النص: نص فن التصوير نص حجاجي ناقش قضية انتماء التصوير لعائلة الفنون من عدمه، هل هو يندرج ضمن الفنون أم لا. مستعرضا رأي كل فريق على حدة، في حين يرى البعض أن التصوير يفتقد للحس الفني الجمالي نظرا لاعتماده على الآلة، يرى البعض الآخر أنه يتضمن مميزات جمالية تجعل منه فنا مستقلا قائما بذاته، لعل أهمها اعتماده على وجهة نظر الفنان وإحساسه وانحصار مهمته في توثيق الأحداث، مما يغنيه عن منافسة بقية الفنون. إذن هذا هو درس اليوم، شكرا على متابعتكم وإلى درس آخر إن شاء الله.